من أبشع الفيديوهات اللي شفتها في حياتي، بجد من أكتر الفيديوهات اللي طلعت أكلمكم عليها وشفتها، وبجد شفت فيها طفل بس من أكبر المرضى النفسيين اللي أنا شفتهم في حياتي. الفيديو ده منتشر على السوشيال ميديا، ناس كتير بتحاول توصل لأهل الطفل ده عشان يشوفوا الفيديو ده، أو أي حد من عيلته من جيرانه ومن صحابه يشوفوا الفيديو ده. الطفل ده كان ماشي قبل ما يظهر في كاميرا المراقبة، بيحاول إن هو يأمن في المكان اللي حواليه، وبيحاول يشوف المكان اللي محدش هيشوفه. وفي الاخر لقى قطة، القطة دي كانت رجليها فيها تعب مش قادرة تتحرك. مسك خشبة وفضل ان هو يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو. وبعد ما فضل يضرب فيها، مش ضرب فيها بالخشبة اللي هو مثلا ايه يعني كمان مش عايز تلامس، لا ده مسكها من ديلها. وبعد ما مسكها من ديلها فضل يطوعها ورماها تحت العربية زي ما حضراتكم شايفين. وفي الاخر مسك دماغها بالخشبة، كسر لها جمجمة دماغها، اللي هو موت القطة للآخر. بجد زي ما بقول لكم، من أبشع الفيديوهات اللي أنا شفتها في حياتي. وطبعا أنا دخلت كده على الفيديو على طول من غير ان أنا أرحب بيكم أو أقول لكم أهلا وسهلا. بس الفيديو أنا حبيت ان أنا أوريكم الحاجة اللي أنا هتكلم عليها النهاردة من قبل ما أتكلم فيها، قبل أي حاجة. بس قبل أي حاجة أهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الأطفال اللي بتمشي في الشوارع وبتضرب، سواء في الكلاب أو في القطط. رغم ان انا طلعت في فيديو قبل كده وقلت لكم ان انا مش مع الكلاب الكتير في الشارع والكلام ده، لكن انا اكيد مش مع الجريمة اللي احنا لسه شايفينها في الفيديو. بس قبل اي حاجة، لو اول مرة تشوفوا القناة فضلا وليس امرا، ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو، وتحاولوا ان انتوا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان نحاول نوصل لاهل الطفل ده. لان اهل الطفل ده انا متوقعة ان هم ممكن يطلعوا مرضى شبه ما ابنهم مريض، لان ده طفل في سن مش كبير، واكيد مش طالع مريض نفسي منه لنفسه. اكيد شاف حاجة في الاسرة او في العيلة او في البيت هي خلته ان يطلع مريض نفسي بالطريقة دي. ده طفل شاف قطة لا حول ليها ولا قوة، ما عملتلهوش حاجة خالص. احنا نادرا لو نسمع عن قطط، او بنسمع عن كلاب كتير عملت حاجات، بس نادرا لو سمعنا عن قطة ان هي بتعمل حاجة لحد. لكن ان هو يمسك قطة بالطريقة دي، يبتدي ان هو يضربها، ويا ريته ضربة وجرى حاجة، لا ده باين عليه المرض النفسي. ده قاعد يضربها ان هو عايز يموتها، مش راضي يسيبها غير ما يموتها. وبعد ما موتها فضل ان هو يعذبها زي ما حضراتكم شفتوا، ويمسكها من ديلها ويطوعها. ومفيش جواه يعني طفل في سنه ممكن يكون بيخاف من القطط، بيخاف من الكلاب، حتى لو ما بيخافش منهم، اللي هو مش لدرجة ان هو ما يخافش من حاجة بيموتها. وحاجة بيموتها، وبيموتها بشراهة وبعنف وبطريقة مرض نفسي رهيبة. ان هو عمال يضربها ومصمم على موتها، حتى بعد ما ماتت وطوحها وخلاص اتأكد ان هي ماتت، فضل يضربها بالخشبة يكسر لها دماغها. فده جواه كمية مرض نفسي، والناس اللي فاهمة في الموضوع ومش محتاجين حد يكون فاهم في الموضوع، ان ده مريض نفسي من الدرجة الاولى، وجواه كمية محتاج ان هو يتحط في مكان تأهيل نفسي، مش بس يروح لدكتور نفسي او اخصائي اجتماعي. يعني انا نفسي اخصائيه نفسيه واجتماعيه، ده مش محتاج اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي ولا يروح لدكتور، ده محتاج يتحط في مركز تأهيل. يعني الفيديو ده انا من ساعة ما شفته واللي كلهم اللي شافوه، والناس مالي الفيديو السوشيال ميديا بتحاول تدور على حد من عيلته من قرايبه ان هم يوصلوا للطفل ده. طبعا مش يوصلوا له عشان يعملوا له حاجة، عشان يعالجوا ابنهم، مش اكتر ولا اقل، يحطوه في مكان يتعالج. لكن المنظر البشع ده، ايه المنظر البشع ده؟ دي حاجة لازم كل الناس تعلم اطفالها. الفيديو ده انا عاملاه مخصوص كل الناس تعلم اطفالها. طول ما فيش حاجة احنا ماشيين، الكلاب القطط ما اذتناش، احنا نأذيهم ليه؟ هم ما عملوناش حاجة. حتى لو اذونا نحاول ان احنا ندافع عن نفسنا، نحاول نتصل بالمركز. انا مش بحب الكلاب اللي كترت في الشوارع، بصرف النظر ان موضوع الحلقة النهاردة عن القطط، لكن مش بحب الكلاب اللي انتشرت في الشوارع. وانا من الناس اللي اصلا عندها فوبيا من الكلاب. ولكن مش معنى كده ان انا اروح احط لهم سم في الاكل، مش معنى كده ان انا امسك خشبة ولا حديدة ولا سلك وافضل اضرب في كلب ولا اضرب في حاجة. لا، في طرق كتير تانية ان انا ممكن اعملها، في ارقام ممكن اتصل بيها. ممكن ان انا اهشهم، ممكن اخلي حد يهشهم لي ويوديهم مكان تاني، ولكن مش ان انا يجي في دماغي ان انا اموتهم.
وحتى لو جه في دماغ حد ان هو يموتهم يعذبهم او يموتهم بالطريقة البشعة دي ويفضل يضربهم، لازم كلنا يكون عندنا توعية. وبعد التوعية دي نوصلها للأطفال اللي موجودين في البيت، ان احنا منمسكش حاجة نموتها او نتسبب في موتها، لان ده حيوان لا حول ليه ولا قوة. ما ينفعش اخرنا نكون رحيمين بيه. انا مش بحب الحيوانات، انا عندي فوبيا من الحيوانات، لكن انا مش مع اللي بيحصل ده نهائي خالص. بصرف النظر ان في الفيديو ده مش عنف ضد الحيوانات، اللي في الفيديو ده حاجة اسمها مرض نفسي، ومرض نفسي من الدرجة الاولى. من فضلكم كل أسرة وكل بيت عندهم أطفال، حاولوا شوفوا أطفالكم بصرف النظر رد فعلهم مع الحيوانات. انتوا شوفوا أطفالكم، ممكن أطفالكم يكونوا مرضى نفسيين وانتوا مش حاسين، ممكن أطفالكم بيعانوا من حاجة، ممكن سلوكياتكم في البيت. وده اتناقش في كذا حاجة في السوشيال ميديا، واتناقش مع أهل كتير. ومفروض في أسلوب التربية أصلا ان انتوا حتى لو في مشكلة ما بين الأب والأم، في ضغط نفسي، في عنف في البيت، ان انتوا العنف ده ما يبقاش قدام الاطفال، لان العنف ده بيولد جوه الطفل ضغط نفسي، بيبقى عايز ان هو يطلعه. يعني الطفل اللي كان قدامكم في الفيديو اللي شفتوه اول الفيديو ده، وهو بيتعامل بالطريقة دي مع القطة، هو جواه ضغط نفسي رهيب، هو عايز يطلعه، فعمالة يديها على دماغها يديها على دماغها. ده كبت. او هو مثلا حصلت فيه حاجة، والحاجة دي ما قدرش ان هو ياخد حقه منها، او قدر ان هو يدافع عن الحاجة اللي تسببت له في ضغط نفسي او كان فيها عنف عليه، ففضل يطلعها بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه ده مع القطة. فده حد، مش هقول لكم هو مريض نفسي كده، مش مولود كده، مفيش حد اتولد بالمرض النفسي، تمام، او بالضغط النفسي او بالسلوك العدواني اللي حضراتكم شفتوه ده. ده حد شاف حاجة جوه أسرته طلعته كده، مهما بقى يطلعوا الأب والأم يقولوا لأ احنا ما تسببناهوش في حاجة، لا، ما هو ما اتولدش كده، هو شاف حاجة. والمفروض ان هو يتحط في مركز تأهيل. يعني ده غير أمين على زمايله في المدرسة، غير أمين ان هو يمشي في الشارع، غير أمين ان ده حد كمان يعني ده باين عليه ان هو تقريبا 10 12 سنة. غير أمين ان هو كمان كام سنة هيطلع بطاقة ويبقى شاب وبعد كده يتجوز، وبعد كده نرجع تاني نسمع بقى عن جرائم شاب عمل جرائم اغتصاب، عمل جرائم خطف، عمل جرائم قتل، او واحد ان هو راح اتجوز وراح قتل مراته وعياله، او واحدة جت تتجوز واحد لقيته عنيف جدا وبينزل ضرب فيها، وضرب بطريقة بشعة، وضرب في اطفال وتعذيب. ونسمع عن واحد ربط مراته. ما كل ده ليه؟ كل ده كان طفل عنده عقدة نفسية ومشاكل نفسية وضغط نفسي وما تعالجش من هو صغير واتساب. كل الحاجات دي لازم ان احنا نتكلم فيها، ولازم ان احنا ما نسكتش عليها، ولازم كل ده يتعالج، ولازم المجتمع من الناس دي يعالجهم وهم صغيرين. لان في ناس كتير كبرت دلوقتي وهي دي الجرائم اللي احنا عمالين نسمع عنها، ومش مش هقول لكم مش عارفين حاجات تواريخها، مش عارفين نلمها من كترها، ومن كتر الناس المرضى النفسيين اللي كبروا وعندهم ضغط نفسي مش عارفين نلم كل ده. فالحاجات دي لازم ان احنا لما نشوفها ما نسكتش عليها. يعني انا عايزاكم كده تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتشوفوا حاجات كده قدامكم من اطفال ولا من ناس كبيرة، واكتبوا لي في الكومنتات، يعني ناقشوني كده، قولوا لي المفروض ان الحاجات دي يتعامل معاها ازاي، والناس دي المفروض ان هي تتعالج ويحصل معاهم ايه. وانا بقول لكم ان انتوا لما تشوفوا حاجة زي كده ما تسكتوش عليها، لازم لو طفل تعرفوا اهله، لو حد كبير لازم تتعاملوا معاه، او تبلغوا الجهات المسؤولة ان هي تتعامل معاه وتشوف الطريقة الصح اللي هي تتعامل معاه، والمفروض ياخد عقابه. لو حد كبير وفاهم وعاقل ومؤهل ياخد عقابه. لو حد صغير وفي سن لسه مش اللي هو ياخد عقابه، في سن ان هو يتحط في مركز تأهيل ويعرف الصح من الغلط، عشان ما يبقاش شاب كبير يتسبب في جرائم في المجتمع. دي من وجهة نظري، وده فيديو النهاردة انا شفته وحبيت ان انا اطلع فيه اتكلم معاكم. انتوا عارفين ان انا دايما لما بشوف حاجة بطلع اتكلم فيها وبنزل لكم فيديو على القناة. مش بس الحاجات دي انا بطلع اتكلم فيها، بنزل لكم حاجات تانية فيها ترفيه، فيها خروجات، فيها فسح، فيها اماكن جديدة. بس برضو لما بشوف حاجة غريبة اكيد ان انا بطلع انصحكم فيها واتكلم فيها. ده كان فيديو النهاردة. عارفة ان الفيديو مش الطف حاجة على نفسية حد ان هو يشوفه، بس فيديو كان لازم يتعمل للتوعية. واي حاجة انا هشوفها ان هي تتعمل للتوعية او يكون فيها اصلاح
ويكون اقدر ان انا اساهم في حاجة حتى لو بسيطة ان هي توعي الناس، هطلع واتكلم فيها على القناة. وده كان فيديو النهاردة. اتمنى تكون الرسالة وصلت لكم، واشوفكم فيديو جديد على خير، ومع السلامة.